أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة تريمين كيمي أو قناة مصري. هنبدأ سلسلة لتعليم اللغة القبطية للمرحلة الابتدائية. أول حاجة هنعرفها عن اللغة القبطية إنها بتتكون من 32 حرف. 32 حرف. جت إزاي ال 32 حرف؟ إحنا اللغة القبطية عندنا غنية جدا، وكان عندنا حروف من أصل مصري قديم ضفناها على حروف من أصل يوناني. يعني إحنا كان عندنا حروف خدنا من اللغة اليونانية 24 حرف يوناني، وضفنا عليهم 7 حروف من أصل مصري قديم، وبعد كده حرف السو اتكون عندنا 32 حرف. طيب هنا احنا بنشوف صورة السيد المسيح اللي هي ماسك الألفا والأوميجا. دي رمز إيه؟ دي رمز البداية والنهاية، أول حرف من أصل يوناني وآخر حرف من أصل يوناني اللي هو الألف والياء. هنا طبعا السيد المسيح هنا رافع صبعه كده، دي اختصار لكلمة إيسوس اللي هو ده رمز حرف اليوطا. حرف اليوتا ده اللي هو اختصار لكلمة إيسوس اللي هو معناها يسوع. طبعا عندنا في اللغة القبطية عندنا 7 حروف متحركة نقولهم على السريع: الألفا، الأوميجا، الأوميكرون، الأي، اليوتا اللي لسه قايلينه، الإيتا، الإبسلون. طيب ناخد حروف بسيطة دلوقتي. أول حرف هناخده هندرسه هو حرف الني. حرف الني. حرف الني شبه الإن بالإنجلش، بننطقه نون دايما. حرف الني بننطقه نون دايما. ناخد كلمة بنقولها أو بنسمعها في الكنيسة أو في القداس، الشماس بيقولها كلمة نهتي. نهتي. نهتي يعني يؤمن. الشماس في سر الاعتراف أو في مرض الاعتراف بيقول تنهتي تنهتي تنهتي، يعني أؤمن أؤمن أؤمن. يبقى نهتي معناها يؤمن، وده حرف الني بننطقه نون دايما. تاني حرف هناخده هو حرف الفيتا. حرف الفيتا ده الحرف النشتي وده الكوشي. حرف الفيتا ليه طريقتين للنطق، هو شبه البي بالانجليزي. حرف الفيتا بننطقه بطريقتين، بننطقه ف، يعني زي الف كده وفوقها 3 نقط، ف. لو جه بعديه اي حرف متحرك من السبعه اللي احنا لسه قايلينهم اللي هم الالفا او الاوميجا او الاوميكرون او اليوتا او الابسلون او الايتا او الاي، بننطقه ف. زي كلمه ايه؟ نوفي. نوفي يعني خطيه. طب لو ما جاش اي حرف من دول ورا حرف الفيتا بننطقه ايه؟ بننطقه به. زي كلمه نوب. نوب اللي هو الذهب، وزي ما قلنا كلمه ابانوب معناها ابو الذهب، والنوبه بلاد النوبه يعني بلاد الذهب. كلمة نوب يعني ذهب. يبقى تاني حرف اللي هو حرف الفيتا بننطقه ف لو جه بعده حرف متحرك، أو ب لو ما جاش بعده حرف متحرك. تالت حرف هو حرف من أصل مصري قديم أو من أصل فرعوني، هو حرف الهوري. حرف الهوري شبه اليه الوز المقلوبة. حرف الهوري بننطقه ه على طول. ناخد مثال عليه كلمة قاهي. قاهي. قاهي يعني أرض. يبقى حرف الهوري بننطقه ه، وعندنا مثال اللي هو كلمة قاهي يعني أرض.